ضد المتظاهرين الإيرانيين السلميين. يعني كما رأينا المتظاهرين لم يحملوا أسلحة أو شيء من هذا القبيل، ولكن فقط السلطات الإيرانية هي الجهة التي استخدمت ضدهم العنف حتى الآن. نعم. أرجو أن تبقى معنا عدة أخبار نريد أن نعلق عليها تحليلا وتفسيرا. معي الخبر الأول يقول سنعرضه على الشاشة ثم أعرضه عليك لتعلق. أرجو من المخرج الخبر الأول. ورد في وكالة إناسا رئيس تحرير صحيفة كيهان يقول هدف المتظاهرين الرئيسي هو الإطاحة بالنظام. هدف المتظاهرين الرئيسي هو الإطاحة بالنظام. الإطاحة بالنظام، هل هو الهدف الرئيسي بالفعل؟ لم يكن الهدف الرئيسي في البداية هو إطاحة المتظاهرين بالنظام الإيراني، ولكن بعد استخدام النظام الإيراني العنف ضد المتظاهرين وعدم استجابة النظام للمتظاهرين ومطالبهم، تطورت المطالبات إلى الإطاحة بالنظام الإيراني، لأن بالفعل الشعب الإيراني سئم النظام الإيراني وسياساته الداخلية والخارجية. يعني تبديد أموال الشعب الإيراني يعني هذه أكبر قضية يعني تثير الشعب الإيراني، تبديد أمواله في الخارج في دعم الإرهاب وميليشيات مسلحة مختلفة في المنطقة. نعم. ومعنا أيضا خبر آخر قد يعارض الخبر الأول، ولكن كما ذكرت نريد أن نحيط بالصورة كاملة. يقول عدد العاطلين عن العمل في إيران بلغ 20 مليونا. نرجو من المخرج أن يعرض الخبر الثاني. كما يبلغ من هم تحت خط الفقر 40 مليون مواطن. ويقول أيضا أن أغلبية عائدات النفط والعائدات المالية الأخرى ترسل إلى الميليشيات المقاتلة في سوريا واليمن ولبنان أيضا. العامل الاقتصادي في تأجيج المظاهرات وفقا لهذه الأخبار ما دوره الرئيسي؟ يعني هل الآن الشباب ما يحركهم هو العامل الاقتصادي والعامل السياسي، أم ذهب خلاص يعني انتهى العامل الاقتصادي وصار الهدف الأوحد هي الإطاحة بالنظام السياسي والنظام المالي أيضا، يعني الأيديولوجية برمتها؟ بالفعل يعني المطالب الاقتصادية وسوء الأوضاع الاقتصادية في إيران هي مشكلة كبيرة جدا ومشكلة كبيرة للغاية، ولكن الآن بات المطلب الأساسي والمطلب الرئيسي للمتظاهرين الإيرانيين السلميين هو الإطاحة ورحيل النظام الإيراني. خلاص يعني انتهت القضية إلى الآن. المتظاهرين وكانوا يحاولون يعني المسير إلى بيت النظام، بيت ما يسمونه بيت الرهبري أو قصر خامنئي. كانوا يحاولون المسيرة إليه، ولكن القوات استخدمت العنف ضدهم وأغلقت الشوارع. فالقضية باتت سياسية بالدرجة الأولى، وهي مطالب المتظاهرين وهي رحيل النظام الإيراني. نعم. أيضا هناك خبر أن فرح بلهوي آخر ملكات إيران تقول على الشعب أن يتمسك بالحرية، وهناك تصريحات لها متعددة في هذا الشأن. هل دخل يعني ما تسمي النظام الإيراني ما يسميهم أعداء الثورة أو المعارضين من خارج إيران، هل لهم دور في المظاهرات الداخلية الحالية؟ يعني لو النظام الإيراني امتلك أي دليل فليعرضه يعني أمام العالم. لا أظن أن الدول الخارجية دور في تلك التظاهرات في إيران. التظاهرات نابعة من الشعب نفسه، بمعنى أن المطالب الاقتصادية وتردي الأوضاع الاقتصادية خلال الأعوام الماضية باتت هي الشرارة التي أطلقت تلك التظاهرات، التي تحولت إلى تظاهرات سياسية بالدرجة الأولى تطالب برحيل النظام الإيراني. نعم.
هناك خبر آخر، أن هناك الخبر رقم 11، أرجو من المخرج أن يعرضه على الشاشة. تعليق الدراسة في إصفهان، أيضا منع بعض